علمكم تاكل الجريذية بالقبر، حطوا علمكم للناس، لأن باكر انت ماكول طلع علمك الطيل الوادم، عندك كلمة حق احكيها لا تظل ضامها بداخلك. وإلى متى الإنسان يضمضم؟ قبل كم يوم، أنا ما أريد أتكلم بهالموضوع، قبل كم يوم رسالة وجهنا على مود مسلسل 3 دقائق تقريبا أو أقل يمكن. شوفوا الإحصائية اللي راح أسولفها لكم، 37 بيج من 300,000 فما فوق علقوا على هالرسالة بأنواع التعليقات. احسب وياي. 2 8 معممين على المنبر وفي برامج مختلفة تحدثوا عن الرسالة. 3 قنوات فضائية تحدثت عن الرسالة وبقوة وبقسوة. بعد 4 تقريبا 10,000 أو أكثر من تعليق على ها3 دقائق. بعد تقريبا أكثر من، ما أعرف، يجوز أكثر من 700 أو أقل من الصفحات الشخصية تحدثا عن هذا الموضوع. كم دقيقة هن؟ 3 دقائق. بعدين من تسأل الناس يقولوا لك يعني ايش دعوة تحكي على المسلسل بابا، احنا حكينا 3 دقائق بس. شوفوا انتوا ايش قد حكيتوا، هو احنا اللي حكينا هواي لو انتوا اللي حكيتوا هواي؟ بويا جاوبني. 3 دقائق فيما لا خلص رسالة وصلناها. بس الظاهر هذا الاستنفار يبين انه كلامنا صحيح. بصراحة كلامنا لو مو صحيح كان واحد يقول اوش هالكلام فيما لا، بس ما لها الغزو والحكي بكل المواقع وبطرق عجيبة. هذا يبين لك أن وراء الأكمة شيء، ولكن انطلع على البعض فصار يا 6 مع 60. حكت الناس خلي احكي وياهم. 2 شنو اللي حققنا احنا بهاي الرسالة؟ خلي باكر يعيدون المسلسل. هم يتوقعون احنا ندعو الى الغاء المسلسل، مو هيك؟ هم يتوقعون هيك ويقولون هيك، يقولون ما لا نقول. لا أبد، احنا حققنا اللي نريده. اللي نريده شنو اخواني؟ اللي نريده نقول لهم ديروا بالكم، ترى احنا منتبهين، خاف باكر تريد تطورون الموضوع، تركوا منبر متابعكم. بعد ذولا راح يحسبون 1000 حساب قبل لا ينزلون سيناريو يذكرون بيه فد شيء من هنا وهناك. حتى اسمح هاي العبارة، حتى لو كان اسم مهيدي أو مهدي أبو صالح ما مقصود، احنا وصلنا رسالة. لو ما وصلنا، وصلنا رسالة والحمد لله. نقطة أخيرة، من خلال هاي الرسالة اللي طرحناها على المنبر عرفنا جمهور المسلسلات منه وعرفنا جمهور المحاضرات منه. هاي نعمة بصراحة. إنسان يزعل على تأجيل محاضرة، إنسان يزعل على تأجيل فقرة ختمة قرآنية، بس يزعل على تأجيل مسلسل رايح زايد حرامات. وأنا بصراحة شوي التفتوا لي شباب، أكو تعليقات مال شباب وليداتنا عباس وحسين وجعفر ومهدي وصالح، ذولا وليداتنا. من نقرأ تعليقاتهم بعض الشباب يودوا لي بعض التعليقات، شقلهم أقول لهم ذولا مثل الأب من يمنع وليده من حلوى مضرة يظل يدردم الولد. لو ما يدردم يظل يضحك بوجه الأب عادي. المهم ما حلوى تضرك هاي، فما زال تضرك. احنا شو نسوي؟ احنا نمنعك منها على مودك، باكر تكبر وتقول اوه والله ابوي كان على حق. اما البيجات الحكت فهاي اصحاب تكاكين، وانت اصحاب التكان اذا بضاعته فاسده تمر عليه وتضحك تبتسم وتشتري منه. لو ما تشتري ما تشتري، نضحك تبتسم. الحكي التفتولي، الحكي لا يقدم ولا يأخر، المواقف هي اللي تصنع الزلم. يمن ما جاوبني؟ يم الله. عندك صاحب الزمان باكر يقول لك بويا كانت انتفضت على شنو؟ هاي الهجمة على موديه شكو، هي المسألة. ثم اكو موضة جديدة بصراحة، أنا طبيت بهذا الموضوع. الموضة شنو؟ ابنك ما يصلي
اي والله ما يصير. دير بالك تقول لي ليش ما تصلي؟ ها لان الشارع مالتكم ما مبلط. ها رجل معذر. بويا فلانه ما لابسه حجاب. اي دير بالك تقولها ما لابسه حجاب. ها ليش؟ لان اكو ارامل خطيه فقيرات ما عندهن فلوس. ها رجل معذر. يابكم مسلسله مضره بالمجتمع اقدر اعلق؟ لا دير بالك. ها ليش؟ لان اكو واحد اسمه مهدي بالبرلمان يبوق ويسرق. دير بالك تعلق. هاي شنو هاي موضه جديده بصراحه. هاي ما سامعين بيها احنا. يابا ابويا نعم المعلم مو زين ويا وليداتك؟ نعم. دير بالك تحكي. ها شو غير المدرسه تخر؟ ها صح والله المدرسه تخر المفروض ما نسوي شيء. زين ابويا نريد نسولف على بعض المخدرات المنتشره بالمجتمع وهاي دمرت شبابنا. لا ها عمي شبابنا لا وظائف لا رواتب. شنو هاي ظلت على المخدرات؟ عالجوا المشاكل هاي. هذا منطق. تدري منطق من هذا؟ هذا منطق جماعة ذكرهم القرآن. شنو القرآن ايش قال؟ وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم. يا ذول الله مهلكهم خطية تعبانين ذول منتهين لمن تعظوهم دعوفوهم. هذا منطق اليوم. منطق اليوم ما زال ماكو خدمات وما زال اكو شباب بدون رواتب. دير بالك السولف على الحجاب. دير بالك السولف على الصلاة. أحذرك تشوف لك شاب مستهتر بالشارع ويعيط بدراجته ويفحط بالشارجر مالته ومأذي الوادم. دير بالك تروح تقول له لا تأذي الناس. بس تقول له شو يقول لك؟ عمي دا اروح للبرلمان. عمي انا ايش عليك بيه؟ هذا منطق خطير اخواني. ثم اسألك بالله اذا عندك بيتك بزوايا بيها أرضة. باوع إذا بيتك بزوايا بيها أرضة وتريد تعالج هاي الأرضة يجيك واحد شي يقول لك؟ يقول لك مولانا مو عيب عليك. ها أريد أعالج الأرض. لا مو عندك. عندك ديدان وعندك بزازين وعندك فئران بالبيت. لا ما يصير تعالج. مشكلة هاي. إذا ظلينا بهذا المنطق بعد ما حد يقدر يقول لا. لأن أسألك بالله يا يوم من الأيام المجتمع صفى من المشاكل. جاوبني. يا يوم من الأيام الوادم شبعت والوادم ارتاحت. زين إحنا نعوف المشاكل والله لأن أكو مشكلة ثانية. أي منطق هذا؟ أرجوكم شباب كونوا واعين. كونوا واعين من تشوفون هاي التعليقات أو هاي المنشورات طب علق بهيش تعليق قالوا له يعني احنا لان عندنا مشاكل هنا ما نسولف عن مشاكلنا. هاي مشكلة هاي. اذن الامتنان. النقطة الثالثة صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. الثانية والثالثة بأعلى منهم.